السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة حنعمل معاكم معمول. طبعا عندي تمرة وعندي سكر، فقلنا نعمل معمول. إذا عندك مثلا الدقيق الكويتي أو دقيق أبيض أو دقيق أسمر، ممكن تعملي بكل أنواع الدقيق. في ناس يعني يخلطوا الدقيق مع السميد برضو، بس أنا عملت بدقيق أبيض. وهأطحن معاكم كاسة بتاعت سكر أبيض. نطحن السكر أول. المعمول دي يعني سهلة جدا، فهي قريبة طبعا للكيك الناعم، بس اللهم دي محشية تمر، مرة بسيطة. طحنت السكر، ننخل السكر، وطبعا يكون سكر ناعم، يعني ما يحتاج تشتري حتى السكر من برا، يعني متوفر كل الأشياء في البيت، يعني ممكن تعمليه بكل بساطة. سكر وطحين وزبدة. التمرة طبعا الحمد لله موجودة في كل بيت. ناخد مقدار كاسة، بس طبعا ما حاستخدم الكاسة كلها، أنا حسوي نص المقدار. حسوي نص كاسة سكر ونص كيلو دقيق وكاسة واحدة زبدة. يعني الكمية دي ممكن تعمل لي كمية كبيرة من المعمول. عندي 2 بيضة، بس ما حاعمل 2 بيضة، حاعمل بيضة واحدة. وحاخد نص كاسة سكر. عندي التمرة، طبعا نطلع النوى من التمرة. يعني بسيطة، يعني ممكن انت تكوني قاعدة مثلا فاضية في البيت ما عندك شي، يعني ممكن تطلعي النوى حق التمرة وتعجني وتخليها تمرة جاهزة. يعني كيف أطلع الحبة الجوا. دايما نستغفر حبايبي، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. طبعا طلعنا النوى. نحط على معلقة زبدة أو معلقة زيت عشان تتعجن معانا التمرة كويس. حطيت ربع معلقة حبهان أو هيل. ممكن تحطي على قرفة أو محلب أو يانسون شمر، يعني الأشياء دي كلها يعني بتطلع يعني جميلة جدا مع المعمول. بس انتي سوي المتوفر عندك في البيت، لا تكلفين نفسك، فهي بكل الطرق إن شاء الله حتطلع جميلة جدا. نعجن التمر جيدا. خلاص كده عجناه جيدا. نجي نكور التمرة.
نكورها كرات صغيرة يعني على قد تمرة واحدة. نكور التمرة كلها نخليها جاهزة، وبعدين نسوي العجينة. كده خلصنا من الكور. عندنا باقي تمرة، إذا عايزة ممكن تعمليها في وقت تاني. ناخد كاسة زبدة، كاسة واحدة زبدة بس. نحطه في الصحن. وناخد نص كاسة سكر بودرة. طبعا إذا أنت عايزة كمية كبيرة ممكن تضاعفي الكمية. نحط معلقة صغيرة هيل مطحون وفانيليا ربع معلقة، ونضرب بالمضرب الكهربائي، أو حتى إذا ما عندك مضرب كهربائي ممكن تضربيه بالمضرب العادي، تضربيه جيدا لين ما الزبدة تبقى زي الكريمة. ونحط على بيضة واحدة، وحطي عليها نص كاسة زيت. نص كاسة زيت اضربيها مع الزبدة والبيضة مع بعض. هناخد الطحين كمان نص كيلو. طبعا النص كيلو 3 كاسات، الكيلو فيها 6 كاسات. ننخل الدقيق، نحط على ربع معلقة باكنج بودر وهيل، وحطي في الدقيق نص كاسة حليب بودرة. فأنا طبعا نسيته ما حطيت الحليب البودرة، بس اتذكرته في الأخير والحمد لله لحقته قبل ما أشكل العجين. بس انتي ممكن تحطيه قبل ما تشكل العجين. طبعا أنا حطيته يعني بعد ما عجنت العجين خلصت، بعدين حطيت الحليب بودرة وحطيت الزيت. بس انتي اضربي الزيت مع الزبدة وحليب البودرة مع الطحين. معنا عجين كتير، نحاول بس نلم العجين، خلي الطحين يختفي وخلاص. نريحها في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبعدين نجي نكور العجينة ونشكلها.
بعد ما طلعنا طبعا من التلاجة. طبعا أنا حطيت الزيت، فهو المفروض كان يتضرب مع الزبدة بس نسيته. بس الحمد لله لحقنا عليه قبل ما نشكل العجين الحمد لله. بس انت حاولي اضربيه مع الزبدة. طبعا عندي عدد من الأشكال، فنعمل الأشكال دي كلها ونشوف الشكل الأجمل هنخليه هو. ده شكل القلب. نشوف الشكل الدائري. ناخد شوية عجين ونكورها، بعدين نحشيها بالتمرة. ده الشكل التاني الدائري. نيجي نشوف الوردة. طبعا سهلة جدا يا بنات المعمول، فممكن تعملي مشروع خاص فيكي. ممكن تبيعي لصحباتك جيرانك. ممكن تعرضيه في محلات السوبر ماركات، محلات الحلويات. ممكن انت تعملي لهم بالجملة وياخدوها منك. يعني إذا انت يعني متفرقة مثلا يعني في المعمول، مشروع ناجح. شفت شكل الوردة كيف؟ طبعا الأشكال دي متوفرة في جميع أماكن المواعين. ومحلات أبو خمسة متوفرة يعني في كل الأماكن. شفت شكل القلب؟ ووروني أي شكل عجبكم يا بنات في التعليقات. طبعا أنا عجبني الشكل الدائري ده، فخليت الصينية كلها هي. بعد طلعناه من الفرن نجي نرصه في صحن التقديم. وهذا شكله النهائي. لا تنسوني حبايبي من اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل جديد. طبعا الطعم طلع يهبل والريحة تجنن. شوفي شكل الوردة، وده الشكل الدائري ما شاء الله حلو. وده كمان الشكل التاني. فشوفوا انتوا اي شكل اللي عجبكم اكتر. هذا شكل القلب، وهذا شكل الوردة الثانية.
شوفوا كيف طلعت طرية وهشة، يعني ما يحتاج حتى باكنج بودر كتير عشان الزبدة، فلا تكترين باكنج بودر عشان الشكل يقعد على النكش نفسه، يعني لا يروح النكش. كده خلصنا. شوفوا كيف طلع لي كاسة واحدة زبدة، ما شاء الله صحنين. ويفضل يعني يفتح الغلاف ويقدم، يعني أحسن من إنه يتخرم. شفت كيف يفضل يفتح كده ويقدم، عشان ممكن ترجعي تاني تقفلي. طبعا يسعدني اشتراككم. مع السلامة.